ساعه ما بدات اقرا الكتب قرات لحد ما كتب كتير، بس عدد الكتب اللي ما كملتش قراءتها ما كانش عدد كبير خالص. ففي فيديو النهارده جمعت اشهر 5 كتب ما قدرتش اكمل قراءتهم، واقول ايه الاسباب اللي خلتني ما اكملهمش، وبعد ما اقول ايه الاسباب دي هقول هل هرجع اكمل قراءتهم ولا لا. السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. الكتاب الاول اللي معانا لعبه طعم الفلامينكو للدكتور محمد طه. الكتاب مكتوب بالعاميه، ودي اول مشاكلي مع الكتاب. الكتابه بالعاميه دايما بتديني فايبز او احساس ان انا بقرا بوست طويل شويه على الفيسبوك، بحس ان اللي عايز يكتب كتاب بشكل جد شويه مش هيكتبه بالعاميه. بس الكتابه بالعاميه دي كانت اقل مشاكل الكتاب فيه مشاكل تانية اكبر من الكتابه بالعاميه. نسبه الاراء الشخصيه اللي في الكتاب كبيره جدا، وانا ما عنديش مشكله مع ده. هو اصلا الكاتب في اول الكتاب قال ان في اراء شخصيه والكتاب يؤخذ منه ويرد والكلام ده، بس طريقه الكتابه مش بتوضح ده خالص. تحس ان في شويه علم على شويه اراء شخصيه، فمش بتعرف تطلع الاراء الشخصيه والعلم. بس برضه مش دي المشكله الوحيده اللي في الكتاب، في مشاكل تانية انا بشوفها في كتب علم النفس عموما. وان علم النفس مش بحس ان هو علم ممسوك كده تقدر تعرف ايه الصح فيه وايه الغلط فيه، مش زي الفيزياء مثلا او الكلام ده. علم النفس فيه مدارس كتير، والمدارس دي بتبقى عكس بعض في اوقات كتير. وقريت كذا ريفيو عن الكتاب بيقول ان الكتاب مكتوب فيه اراء من كذا مدرسه، والمدارس دي اصلا بتعارض بعض. فدي حاجه مش بقدر احددها في كتب علم النفس، وقد ايه العلم اصلا اللي موجود في الكتاب. برضو مشكله تانية في كتب علم النفس ان دايما الانا فيها عاليه قوي، تحس ان هو يعني بيقدس اللي بيقرا ده قوي، وعلاقتك بقى بالناس اللي بيأذوك ومش عارف ايه، وحاجات فيها نسبه نرجسيه عاليه قوي يعني. وانت ممكن حاجه توصلك من الكتاب غلط وتبني عليها فعل، والفعل ده يكون يعني اعقد من ان انت تاخده من كتاب، يعني محتاج مثلا دكتور نفسي او حاجه يعني. بس على الرغم من المشاكل دي، لما قرات شويه من الكتاب عرفت ان الكتاب ده لما نزل كان مشهور وكان بيتباع كتير، وهو ان الكتاب بيخاطب فئه معينه. وفي رايي الكتاب بيخاطب الفئه دي بشكل ممتاز، ومش هتقعد كتير بتقرا في الكتاب عشان تعرف الكتاب ده موجه لمين بالظبط. كنت شاكك من اول ما قرات المقدمه، بس اتاكدت لما وصلت للجزء علاقه البنت بشعرها ونفسيتها والكلام ده، فبان جدا ايه الفئه المستهدفه من الكتاب، واللي هو نجح جدا ان هو يوصل لها. كمان الكتاب طبعا مليان تكرار، ولما قرات منه اول شويه حسيت ان انا خلاص عرفت الفكره بتاعت الكتاب ومش محتاج اكمل قراءته. بس مش ده الكتاب الوحيد اللي معانا في الليسته اللي فيه تكرار. الكتاب الثاني اللي معانا هو التكرار نفسه. هقول لك مثلا الكتاب بيتكلم عن ايه. الكتاب بيقول ان النجاح مش شرط يبقى نتيجه حاجه كبيره حصلت، بس هو بيبقى حاجات صغيره كلها بتحصل كل يوم. الكتاب تقريبا كان فيه مثال عن ان تاخد 10 مليون دولار في الشهر، ولا كل يوم اديك دولار واضاعفه لك كل يوم. وتقريبا كانت النتيجه يعني ان لو اديتك دولار كل يوم هينتج اكتر من 10 مليون دولار. ودي فكره منطقيه، مش بعيب في الفكره نفسها يعني. بس بقيه الكتاب فيه ايه؟ ولا حاجه. هو انت كده مبروك عليك قراءه الكتاب يعني. الكتاب اسمه ذا كومباوند ايفكت. المفاجاه الكتاب اترجم واسمه التاثير المركب. في كتب كتير في المجال ده لو شفت لها ملخص هيغني عن قراءه الكتاب يعني. في كتب كتير بتنفع فيديو يوتيوب بسهوله يعني. زي برضو كتاب كان اسمه ال 5 سكندز رول، كان هو برضو هو ال 5 سكندز رول. يعني انت لو عرفت ال 5 سكندز رول انت قرات الكتاب، ان انت تعد من 1 ل 5 بعد كده تعمل الحاجه اللي انت متردد تعملها يعني. الكتاب ممكن يتلخص في صفحه، او ممكن صاحبه الكتاب تعمل فيديو على اليوتيوب وهيبقى زي الفل يعني. بس على عكس الكتاب الثالث، الكتاب الرابع اللي معانا كتاب دسم جدا وبيناقش قضيه مهمه جدا، والسبب اللي خلاني ما كملتوش مختلف شويه عن الكتاب اللي فات. لو سالتك كتاب اسمه عصر التفاهه بيتكلم عن ايه، اجابتك هتكون غالبا ان هو بيتكلم عن التفاهه. لا غلط، الاجابه مش كده خالص، وده لسبب غريب شويه. الكتاب اصلا ما اسموش عصر التفاهه، الكتاب اصلا فرنسي وترجمته بالانجلش ميديوكراسي. ميديوكراسي معناها تحت المتوسط او حاجه مستواها قليل يعني. بس لسبب ما الكتاب لما اترجم بقى اسمه عصر التفاهه، وده في رايي اصلا سبب شهره الكتاب، ان الناس بتخش تقراه على اساس ان هو بيتكلم عن التفاهه، بس هو اصلا بيتكلم عن حاجه ثانيه خالص. بس برضو ده مش السبب الوحيد اللي خلاني ما اكملش الكتاب. الكتاب بيتكلم فعلا عن موضوع مهم. الكتاب بيتكلم على ان الانظمه اللي في العصر الحالي بتساعد ان الاشخاص الميديوكرز او اللي مستواهم تحت المتوسط يوصلوا لمناصب فيها سلطه عاليه، وده كمان بيساهم ان الناس اللي عندهم كفاءه فعلا ينزلوا لنفس المستوى علشان يوصلوا للمناصب دي. ده موضوع مهم فعلا. بس السبب اللي خلاني ما اكملوش ان الكتاب تقيل واللغه بتاعته صعبه. مش عارف ده من الترجمه ولا الكتاب نفسه لغته صعبه، بس ان شاء الله في المستقبل اكيد هحاول اقراه تاني. الكتاب اللي مش هحاول اقراه فعلا هو الكتاب اللي جاي معانا ده. لو بتفتح الانترنت اخر سنه او سنتين اكيد شفت الراجل ده في وشك، وغالبا هتلاقي الراجل ده يا اما عمال يشتم فيك يا اما بيزعلك. واكيد سالت الراجل ده عمل ايه في حياته علشان يشتمني ويزعلني. الاجابه كانت في الكتاب بتاعه اللي هو كانت هيرت مي. الكتاب بيتكلم عن قصه حياته وازاي ان طفولته كانت صعبه ووزنه كان زايد، بس بعد كده حقق نجاحات كبيره، زي ان هو بيحطم ارقام قياسيه دلوقتي في رياضات زي الماراثون، وحقق اكتر من رقم قياسي رياضي يعني. بس المشكله في الكتاب ان هتلاقي نفس الزعيق في الكتاب برضه، واللي مش هتستفيد منه اي حاجه. ما يفرقش اي حاجه عن فيديوهات التحفيز المبتذله اللي بتشوفها على اليوتيوب دي، اللي بتتحمس بعدها علشان تعمل حاجه بس بعد كده ولا اي حاجه. الكتاب ده لما نزل اتشهر جدا، بس شهرته اقل بكتير من الكتاب الاخير اللي معانا، واللي يعتبر من كلاسيكيات الانتاجيه وتطوير الذات. انا عندي مشاكل مع كتب تطوير الذات عموما، وان شاء الله بعمل عن الموضوع ده فيديو في المستقبل. بس الكلاسيكيات بتاعه تطوير الذات بحس ان فيها مشاكل مشتركه. هو الكتاب اللي معانا العادات السبع للاشخاص الاكثر فعاليه. الكتب الكلاسيكيه دي بحس فيها كذا حاجه مشتركه. اول حاجه فيها رغي كتير وقصص كتير ملهاش اي لازمه، ولو الكتاب اقتصر بس على الحاجه اللي هو بيتكلم عنها هيبقى اصلا من كده بكتير. يعني مثلا كتب زي العادات السبع، كتاب زي الاب الغني والاب الفقير، كتاب كيف تكسب الاصدقاء وتؤثر في الناس، فيهم كميه قصص يعني مرعبه يعني الكونتنت نفسه اللي في الكتاب او المحتوى بتاع الكتاب اللي هو الكتاب جاي يتكلم عنه، يعني الاب الغني والاب الفقير عشان تبقى بيعلمك ازاي تبقى غني. لو شلت القصص اللي في الكتاب وخليت بس الكتاب بيتكلم عن ازاي ابقى غني
الكتاب ده هيبقى ممكن 15 صفحه 20 صفحه. برضه نفس الكلام في كتاب كيف تكسب الاصدقاء وتؤثر في الناس، 90% من الكتاب قصص، يعني هو ما فيهوش اي حاجه، ومش عارف ايه الهدف من القصه دي. يعني لو عايز تاكد الموضوع من قصه احكي قصه واحده او اتنين يعني، لكن كميه القصص دي مرعبه بجد. كتاب العادات السبع فيه قصص برضه كتير، ومع بال اصلا ما بتصل للعادات السبع بتكون تعبت من كتر القراءه. بحس ان الكتاب ده اصلا الزمن تجاوزه، وبقى فيه كتب جديده بتناقش الموضوع بتاعته بشكل احسن بكتير. الكتب اللي انا قلتها دي كتب ما قدرتش اكمل قراءتها، بس لو في كتب عاوز اقراها ومش عارف استمر في القراءه هشوف الفيديو ده. وبس كده، سلام عليكم.